فريت مقرمش وسهل وما مشربش الزيت. غتوجدوه مع مطبخ سارة الفاسي في اقل من دقائق معدوده. ومقادير عندكم في الدار. فريت اللي كيجي رائع وما مشربش الزيت وكيجي مقرمش، ثم تسمعوا القرمشه كيجي زوين ورائع واحسن من المحلات والمطاعم. فلا بغيتوا الطريقه كملوا الفيديو وتبعوا المراحل، فهو سهل وجد رائع. وما تنساوليش من البارطاج ولا جيم وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. فالمقادير اللي كنحتاجو البطاطا اللي كنكونوا نقيناها وغسلناها مزيان، تنقطعوها على هذا الشكل هذا. فالكل تعرف يقطع البطاطا فريت. كنواصل الطريقه ديالي كنقطعها كامله بحال هكا عاد باش تندوز نقطعها على هذا الشكل هذا. فالطريقه جد سهله، تقطعوها شويه رقيقه تكون شغليطه. طريقه جد سهله كما قلت لكم وبسيطه وسريعه، والاهم انها ما كتشربش نهائيا الزيت، كتجي مقرمشه وبنينه وحسن بألف مره من ديال المطاعم او لا من ديال البطاطا العاديه. هنايا بعد ما قطعتها سنضيفها في اناء. تنضيف الكميه اللي غندير في المقله فقط، الكميه اللي غنخلي القليه الثانيه نضيفها من بعد. هنايا عندي 2 معالق ديال الدقيق، الفورصه الرطب تنديرهم عليها وتنخلط مزيان. حاولوا تخلطوا بهذه الطريقه هذه باش يلصق فيها الدقيق. كتجي بهذه الطريقه هذه. وتا الا بانت لكم شي حبات ما فيهمش رجعوا رشوا شويه ديال الدقيق هكا غير بالمعلقه وخليوها هكاك راه غتشرب الدقيق. فهذاك الدقيق هو العازل اللي ما تيخليهاش تشرب الزيت، وهو اللي تيخليها تجي مقرمشه. فهو السر في هذه الوصفه. فندوزو نسخنوا الزيت ما نخليوهش يتحرق، نسخنوه درجه عاليه ونبداو نضيفوا فيه الفريت على هذا الشكل هذا. طريقه سهله وبسيطه كما كتشوفوا. غنبقاو نضيفوا بحال هكا تنكملوا الكميه اللي عندنا مخلطينها بالطحين. الكميه اللي باقيه خصنا نخليوها حتى نجيو نضيفوها في المقله عاد باش نديروا لها الطحين ديالها باش ما تيفزكش لينا وباش ما تطلقش فيه البطاطا الماء. كنحاولوا نقادوا الفريت ديالنا في المقله، ما تخافوش عليه ما تيتعجن ما حتى شي حاجه، حتى داك الدقيق تيشكل عليه طبقه عازله انه تيقرمشو تيخليهش يتعجن. كما كتلاحظوا الفريت ديالنا بدا يتحمر وهو راه كيتفرق على بعضياته ما كيبقاش ملاصق. كنخليه يتحمر على خاطرو ونار ليا عاليه ماشي قليله ما يتشربش لينا الزيت. سيكون هذا هو الشكل ديال الفريت ديالنا بعد ما تحمر. تعجبني هذا التحمر هذا، ما تنزيد ليهش تحمر اكثر وما تنخليهش اقل من هذا التحمر. يعجبني التحمر اللي يكون مذهب كيجي زوين في المنظر والقرمشه ديالو يا سلام. انتم كما كتلاحظوا راه كلشي على عينيكم يجي رائع مقرمش وغزال. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله الفريت، واكيد غادي يعجبكم لا جربتوه بهذه الطريقه وما غتبقاوش تخطيوه.
وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدو معاه واحد المايونيز اللي كيجي رائع وناجح 100% وبنين احسن من ديال القراعي ديال الزنقه. ندوزو للطريقه. هنايا المايونيز غنحتاجو ليه بيضه، انا كنكتفي بهاد الكميه باش كان ديما تنصايبو تناكلو طري. بيض عندي هنايا شويه الملح، درس ديال الثوم عفوا، كتجيبو بنين. عندي هنايا معلقه ونص كبيره ديال الخل، عندي معلقه الملحه صغيره ونص معلقه البزار. وهنايا عندي في هذا الكاس هذا غيبان لكم كبير ولكن القياس ديال الزيت بقياس كاس العلبه، كاس العلبه عامر ديال الزيت، زيت المائده اكيد. تنبقاو نضيفوها غير بالتدريج، حنا كنطحنو وحنا كنضيفوها باش الخليط ديالنا كيتقال. كما كتلاحظوا كنطحن وكنضيف الزيت، فهي كتعطيني كميه جد مناسبه. اللي بغى يدوبل الكميه اكيد غيدير 2 بيضات ويدوبل المقادير، فهو سهل جدا. كيجي بنين بداك الضريس ديال الثومه اللي كنضيفو معاه. صافي كنستمروا بالطحن هكا حتى كيتقال. هانتوما كما كتشوفوا فهو ناجح بدون طراب، غير بالمكسور. هذا راه غير مكسور ماشي طراب. هانتوما كما كتشوفوا فهو سريع وبنين في نفس الوقت واقتصادي وبكميه اللي كتيره. من بعد ما حيت الحال سخون، من بعد ما يدير في الثلاجه غيتجمع شويه هكذا كنقدموه مع الفريت ولا كنخلطوه به الشلايض كيجي رائع. هانتوما كما كتلاحظوا راه مع الفريت كيجي بنين 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 بداك الضريس ديال الثومه اللي كنضيفو معاه. كنتمنى يعجبكم هاد الوصفات ديال اليوم، وما تحرمونيش من لايك ديالكم وبارطاجيو الوصفه ان شاء الله، وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.